ازاي بشوف اخطائي في الرسم؟ الطريقة اللي احنا بنشوف فيها اخطائنا في الرسم مهمة جدا ان احنا نركز عليها يا جماعة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ممكن اشوف الخطأ في اللوحة بتاعتي كبير قوي واكبر على نفسي قوي فكرة ان في خطأ عندي في بورتريه او في لوحة لاندسكيبن او اي حاجة، وفي حين ان حد تاني ممكن ما ياخدش باله اصلا ان في خطأ. بس مش معنى كلامي اني اهمل الخطأ وما احاولش اعالجه او اتدرب عليه اكتر، لا بالعكس. بس فكرة قبول ان في خطأ حتى لو انا فنان محترف دي هتعدي بيك مرحلة كبيرة جدا. اصلا فكرة ان انت تقبل ان في خطأ هيساعدك كتير قوي ان انت توصل لمرحلة التدريب وان انت تبدأ تعالج الخطأ ده في خطوات تانية. طيب ايه هي الخطوات وازاي اتعامل مع الخطأ ده؟ اول حاجة خالص لازم اشوف في الاول اللوحة بتاعتي، اوقف كده اعمل ستوب بوز كده واركز ايه المشكلة في اللوحة بتاعتي. هل المشكلة في السكتش؟ هل المشكلة في الالوان، في الفكرة، في درجات الالوان، في التظليل، في ايه بالظبط؟ ساعتها هتحط ايدك على المشكلة وتبدأ ان انت تتدرب عليها اكتر، فتبدأ مع الوقت مع اللوحات اكتر ان هي تختفي خالص المشكلة دي او انها ما تحصلش اصلا. تاني حاجة احنا محتاجين نعمل خطة لكل لوحة احنا بنشتغل عليها. يعني ايه خطة؟ يعني اعمل بلان. اول حاجة اعمل سكتش، تاني حاجة اشوف انا اصلا ايه العناصر اللي عايزة احطها في اللوحة بتاعتي، الاضاءة هخليها منين بالظبط، ده لو انا برسم بشكل مباشر او غيره. عايزة اغير في الالوان، اختار باليت الوان مناسبة مع بعضها من دايرة اللون، نظرية اللون، والكلام ده كله يكون عندي طبعا ريفرنس ومراجع كتير اشتغل منها. دي خطة انا بشتغل عليها. الخطة دي هتساعدك كتير قوي قوي ان انت توصل للنتيجة اللي انت عايزها بشكل مرتب، واخطائك في اللوحة هتكون اقل بكتير. تاني حاجة ان انت تشوف اللوحة من بعيد اول باول. ويا جماعة وسط الخطوات كده نرفع اللوحة لو هي محطوطة على ترابيزة او على ستاند، نبعد عن اللوحة ونحاول نلاحظ الاخطاء. احيانا واحنا قريبين من اللوحة زيادة عن اللزوم او حاطينها على ترابيزة او طاولة مش بنكون شايفين الاخطاء دي، وفجأة ارفع اللوحة قدامي كده او ابعد عنها اكتشف ان في مشكلة كبيرة جدا مش عارفة احلها ازاي. طب ليه؟ ما انا اول باول ابعد عن اللوحة بتاعتي واخد نظرة كده امامية من بعيد واركز فيها التفاصيل واسرح في لوحتي، هل هي دي المسج اللي انا عايزة اوصلها منها، وهل هي دي الدرجات، وهل انا كده ظبطت النسبة والتناسب والاضاءة والظل والنور والكلام ده كله ولا لا. تاني حاجة انا محتاجة كمان ان اللوحة بتاعتي تكون على الترابيزة دي، مش بتكون ابدا مناسبة للرؤية يا جماعة. انا محتاجة اول باول ان لوحتي تكون على اي ستاند. الافضل اصلا ان هي تكون على ستاند، زي ما بندخل مثلا معارض. هل عمركم دخلتوا معرض لقيتوا اللوحات محطوطه على ترابيزات؟ لا، هي المعارض دايما اللوحات بتكون محطوطه على الحائط وانت بتمر قدامها، بيكون التواصل بينك وبين اللوحه اكبر واعمق بكتير قوي، ومحسوس كل حاجه فيها اكتر بكتير من لما بتكون على الحيطه بشكل امامي. تحس كأن الفنان نفسه واقف قدامك وبيحكي معاك اللي بيحصل في اللوحة بتاعته. عشان كده ان انا اشوف كل حاجة بشكل بوضعية امامية لعيني عشان اقدر اكون متابعة كل خطوة فيها وكل حاجة فيها، وخاصة النسبة والتناسب والظل والنور لان دول مهمين جدا ومش بسهولة بنلاحظهم لما بتكون اللوحات بتاعتنا على الترابيزة. لو عجبكم المحتوى ده او النوع ده من المحتوى اعملوا لي، اكتبوا لي في التعليقات نعمل منه اكتر ونستفاد من بعض اكتر. وكمان اكتبوا لي رايكم ايه اكتر حاجه بتخليكم مش متضايقين من اخطائكم في اللوحات ومحتاجين ان انتوا تذاكروها اكتر، او اي اكتر اخطاء بتعملوها اصلا وفي اي ماتيريال انتوا بتستخدموها. يا جماعه كل الافكار دي انا جمعتها لكم على قد ما قدرت عشان تكون عندكم خبرات اكتر في التعامل مع ماتيريالز من الالوان والتظليل والرصاص والكلام ده كله، وفي نفس الوقت اخطائنا في اللوحات تكون اقل، ونتقبل اصلا فكرة الخطأ. يعني عادي كلنا بنغلط يعني، وكلنا بنعمل مشاكل في اللوحات، واصلا حتى لو عدت اللوحة انت بتزود الاكسبيرينس بتاعتك كتير مع الماتيريال ومع الفكرة اللي انت بتحاول توصلها من اللوحة بتاعتك. حتى لو بتنقل صورة، لو يعني في صورة قدامك بتشتغل منها، فقولولي. وما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب ولايك وكل حاجة. يلا باي باي يا فنانين.